لو انتم من عشاق التشيز كيك لازم تجربوا وتعتمدوا هالطريقة. ناعم كريمي وغني بدون اي تعقيدات، رح يزبط معكم من اول مرة ورح تنبهروا بالنتيجة. اول شي رح نطحن البسكوت ليصير ناعم، بعدين بنضيف له الزبدة المذوبة والماء البارد لحتى ما تطلع معنا طبقة البسكوت آسيا. بنزل البسكوت بقالب تشيز كيك قاعدته متحركة وبرصه بالقاعدة وبالاطراف. بحضر للتشيز كيك، رح اخفق الجبن الكريمي بحرارة المطبخ مع السكر، كريمة الخفق والزبادي. بنزل أول بيضة وبخفق لحتى تختفي، بعدين تاني بيضة والفانيلا وبخفق لحتى تختفي، وعليهم الطحين خفقة سريعة بس لحتى تتجانس كل المكونات مع بعض، وبصبها فوق طبقة البسكوت. رح أدخل التشيز كيك للفرن بحمام مائي. تفاصيل الخبز بتلاقوها مكتوبة أسفل الفيديو. وللتوب رح أطبخ البلوبري المجمد مع السكر والليمون. بعد ما يغلوا لمدة 10 دقائق على نار منخفضة رح أضيف لهم النشا المذوب بالماء. بعد ما يجهز التشيز كيك ويبرد تماما بضيف له التوب عند التقديم، وصحة وهنا.